كل دواء ليه أعراض جانبية، وكل استثمار كمان لو معرفتش الأعراض دي بتدفع تمنها صحيا وماليا. في الطب لما المريض ياخد دواء مش مناسب الأعراض الجانبية بتبدأ تظهر: غثيان، أرق، صداع. ونفس الشيء في الاستثمار، لما تدخل استثمار مش مناسب ليك جسمك وعقلك بيبعتولك إشارات تحذيرية. أغلب الناس بتتجاهل الإشارات دي. 5 أعراض جانبية للاستثمار الخاطئ. العرض الأول: القلق المستمر. عميل جالي السنة اللي فاتت كل ما يفتكر فلوسه يحس بضيق في صدره. سألته بتشتري إيه؟ قال لي حاطط 70% من مدخراتي في عملة رقمية معينة. هل ده شيء طبيعي؟ أكيد مش طبيعي. دي علامة إنك دخلت استثمار فوق مستوى المخاطرة بتاعك. العرض التاني: السهر على الأسعار. واحد من معارفي قعد شهرين بيفتح التطبيق كل ساعة، يصحى 4 الفجر يشيك على الأسعار. نومه اتدمر، شغله اتأثر. ده إدمان مش استثمار صحي. العرض الثالث: الندم بعد كل قرار. كل ما يشتري يقول يا ريتني استنيت، كل ما يبيع يقول يا ريتني ما بعتش. تشخيص واضح: مفيش خطة. القرار بدون خطة بيخلي كل خيار يبان غلط. العرض الرابع: المقارنة المستمرة. صاحبي كسب في الذهب وأنا لأ، جاري كسب في الأسهم وأنا لأ. المقارنة المرضية بتدمر أي استراتيجية. عميل اشتغل عقار سنوات، صاحبه اشتغل ذهب، فضل يقارن لحد ما باع العقار بخسارة عشان يشتري ذهب في القمة. العرض الخامس: عدم القدرة على النوم. لو استثمارك مخليك ما تنامش براحتك الاستثمار ده غلط مهما كان العائد. الصحة النفسية مش بتتعوض بفلوس. في الطب لما الأعراض الجانبية تبقى أخطر من المرض بنوقف العلاج فورا. وفي الاستثمار نفس المبدأ. الحل هو استثمارات بأعراض جانبية أقل. الذهب أصل ثابت مش محتاج متابعة لحظية. استثمار متوسط وطويل المدى يريح أعصابك من التقلبات اليومية. خطة واضحة تخليك واثق في قراراتك. علق برقم العرض اللي حسيت إنه عليك، هتلاقي ناس كتير زيك على فكرة.